أسعد الله أوقاتكم أصدقائي. أتمنى منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. بعد أن كلف الاتحاد اليمني المدرب قيس محمد صالح للقيام بتدريب المنتخب الأولمبي، وذلك استعدادا لبطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عام، حيث يدخل منتخب اليمن الأولمبي غدا السبت بمعسكر داخلي بالعاصمة صنعاء بقيادة المدرب الوطني قيس صالح، وذلك لتمثيل منتخب اليمن في بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية، والتي ستنطلق في بداية شهر ديسمبر 2025، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تم اختيار 31 لاعب أغلبهم من المنتخب اليمني للشباب الذي حصل على وصافة كأس الخليج للشباب التي قمت في المملكة العربية السعودية. والآن لنتعرف على قائمة منتخب اليمن الأولمبي، وهم على النحو التالي: وضاح أنور، مروان معيد، أحمد شفيق، أنس أنيس، إبراهيم ماهر، أحمد مصطفى، قيس المعروفي، محمد ناجي، محمد رائد، هشام الحصيني، سعيد العولقي، يونس ردمان، محمد علي، أحمد السوادي، الخضر سلام، أسامة المطري، حسن الكوماني، أحمد ناصر، هيثم السلامي، عصام ردمان، عمر الكثيري، أسامة عبد الله، عبد العزيز مصنوم، عبد الرحمن الخضر، أحمد خالد، محمد فاضل، يوسف زكريا، علاء عوشة، زيد جهاد، زيد الجراش. هذه قائمة المنتخب اليمني الأولمبي تحت 23 عام الأولية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 23 عام، حيث إن هناك إضافات أخرى من اللاعبين، منهم اللاعب عادل عباس الذي يلعب مع نادي التضامن، وغيرهم من اللاعبين، حتى يتم تحديد القائمة النهائية التي ستدخل في منافسات كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية. بالتوفيق، المنتخب اليمني الأولمبي.